السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة تانية ثانوي 2026. يلا نحل مع بعض التقييمات زي ما احنا متعودين. اوعى تنقل وخلاص، لازم تستفاد بكل فكرة. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان دايما تتابع كل جديد. يلا بسم الله. بيقول لك ايه؟ اي العبارات الآتية لا تصف اي العبارات الآتية لا تصف العجلة بشكل صحيح. العجلة جاية من التعجل. التعجل يعني مقدار التغير في السرعة. حلو. فهل الجسم يزيد من مقدار سرعته؟ يغير من اتجاه سرعته؟ ينقص من مقدار سرعته؟ يغير من إزاحته بانتظام؟ طبعا هو عايز لا يصف، فلا يصف يبقى الإجابة رقم د، لأن كده سرعة منتظمة، فبالتالي يبقى رقم د. عندما يدخل قائد سيارة على الفرامل، فإن السيارة طبعا مادام داس على الفرامل يا شباب، يعني في اف تبقى اصغر من في اي، يعني العجلة سالبة. العجلة سالبة. حلو. هل تتحرك العجلة في نفس اتجاه حركاتها فتتباطأ؟ في عكس اتجاه حركاتها فتتباطأ؟ في نفس؟ في عكس؟ واحدة واحدة. اولا طبعا هي بتتباطأ، فالإجابة رقم دي غلط. طب في نفس ولا عكس؟ بص يا شباب، هي العجلة سالبة ولا موجبة؟ العجلة سالبة. ما دام العجلة سالبة لازم بيتحركوا في عكس الاتجاه. العجلة في اتجاه والسرعة في اتجاه تاني. عندما تهبط كرة على مستوى مائل، طبعا مستوى مائل يعني السرعة بتزيد، وما دام السرعة بتزيد يبقى عجلة موجبة. إذا بدأ جسم حركته من سكون، كلمة حركته من سكون يعني في اي تساوي صفر، فإن النسبة بين سرعته بعد فترة زمنية محددة وعجلة حركته واحدة واحدة وبالراحة. العجلة بتساوي في اف على تي. فيقول لك ايه بقى؟ فإن النسبة بين سرعته بعد فترة زمنية والعجلة، طبعا اديني سرعة وعجلة اديني زمن. إذا رصدت حركة أجسام مختلفة خلال فترات زمنية ثابتة، فأي الشكل الذي يكون فيه اتجاه العجلة في نفس الاتجاه. بص، اتجاه العجلة في نفس الاتجاه يبقى لازم موجب، يبقى السرعة بتزداد. هنا سرعة منتظمة. والله بص، الرسمة أنا ما بفهمش الرسومات دي قوي، يعني هنا ده مسافات واحدة، فإيه غلط؟ طب هنا كان بياخد وقت مسافة قليلة فبقى أسرع، هنا بقى أبطأ، هنا قد بعض، فدي برضه غلط. فدي بصوا بيبعد فأبطأ، يبقى دي أسرع، قرب يبقى جسمي. ماشي. إذا كانت العلاقة، ركز بقى في الكلام ده مهم قوي، إذا كانت العلاقة الموضحة بين تغير جسم متحرك، فإن العلاقة التي تبين حركة الجسم. أولا لو أنت مش فاهم الجزء البياني خش عندي على اليوتيوب هتلاقي شرح الرسم البياني. أولا مادام سرعة وزمن يبقى الميل العجلة. طيب مش ده خط مستقيم؟ يبقى العجلة ثابتة، يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى الإجابة يا دي يا دي. طب دي عجلة موجبة ولا سالبة؟ دي عجلة موجبة، يبقى اهي، يبقى الإجابة جيم أصلا من غير ما أكمل. 7. الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين سرعة حركة وجسم، فإن النسبة بين فترة عجلته، طبعا العجلة هي الميل، يبقى تان 60 اللي هي دي، تان 60 على تان الزاوية دي على تان 30. تعالى نحسبها بالآلة. تان 60 على تان 30
ثانية واحدة، يديك 3. إذا كانت العلاقة تقول يا مستر ما أنا باخد مع محور السينات الأفقي من هنا، ما الاتنين واحد. إذا كانت العلاقة البيانية تعبر حركة الجسم بعجلة منتظمة، فإن أبعاد الكمية الفيزيائية الناتجة من النسبة بين الكميتين. ناتجة من النسبة، أولا عجلة منتظمة يبقى سرعة ثابتة، لا عجلة ثابتة، ودي سرعة بتزيد بانتظام. حلوة دي. فعايز أقسم A على V. أصلا لو فكرت العجلة L في T والسالب 2، والسرعة L في T والسالب 1، طير دي مع دي، سالب 2 ناقص يبقى سالب 1. واصلا ال A V على T يبقى A على V يديك 1 على T. العلاقة البيانية توضح حركة جسمين A و B، فإن النسبة بين العجلة التي يتحرك بها الجسم A إلى العجلة التي يتحرك بها الجسم B. أولا هنا العجلة ثابتة 6، طب هنا العجلة 6 على 3 ب2، هو عايز A على B 2 على 6 تلت. 10. بدأ جسم الحركة من سكون يعني في اي بصفر، متحركا بعجلة 2 متر على الثانية تربيع، بينما بدأ الجسم بحركة 20 متر، ده في اي وده بي، متر على الثانية، بعجلة سالب 2 متر على الثانية. احسب سرعة كل منهما بعد 5 ثواني. الفي اف يا شباب قلنا القانون ده قبل كده، الفي اف بتساوي في اي زائد اي تي. الفي اي 0 زائد العجلة 2 في الزمن 5، يبقى 10 متر على الثانية. طب هنا في اف تساوي في اي زائد اي تي. في اي ب20، العجلة بسالب 2 في 5، آلة حاسبة يديك 10 متر على الثانية. بس طبعا دي سرعة بتزيد تزايدية، أما دي سرعة تناقصية. كده خلصنا. طبعا أسئلة سهلة خالص المرة دي. تقييم الأسبوعي، صيغة أبعاد العجلة اللي في تي يساوي 2. إذا كانت السرعة تتزايد يبقى العجلة، خلي بالك بقى، خلي بالك. إذا كانت السرعة تتزايد بانتظام فإن عجلة حركتها هل موجبة دائما ولا سالبة دائما ولا صفرية دائما ولا موجبة؟ قصة بقى دي، موجبة أو سالبة. لا ازاي يا مستر بقى؟ طب موجبة عارفينها، ازاي سالبة؟ أقول لك، جسم بيتحرك في عكس اتجاهه، فسرعته كانت -5 بقت -10، سالب ده اتجاه، فكده السرعة زادت ولا ما زادتش؟ زادت، فالعجلة سالبة لأن الجسم في عكس الاتجاه رغم إن السرعة بتتزايد. يبقى كلمة سرعة تزايد ما اجريش أقول موجبة دائما، موجبة بس صح بس دائما لأ، موجبة أو سالبة. سيارة تتحرك بسرعة شمالا 90 كيلومتر على الساعة، إذا كانت عجلة تحركها 3 متر جنوبا عكس الاتجاه يعني عجلة سالبة، فإن سرعتها بعد 6 ثواني A بتساوي في اف ناقص في اي على تي. في اف بتساوي في اي زائد اي تي. تعال بس نحول أولا كيلومتر على الساعة دي في 5 على 18، 90 في 25. ماشي، 25 فهحول دي 25، يبقى في اي ب25 والعجلة -3 في 6، 18 يديك ايه؟
25 يبقى اديك 7 متر على الثانية. 7 متر على الثانية. طب تعالى نحولها لكيلومتر على الساعة يا مستر. يبقى الإجابة دي، استنى بس 7 في 18/5 ديك 5.2 كيلومتر على الساعة. هل بقى، خلي بالك تاني، احنا أول حاجة عملنا إيه؟ حولنا دي من كيلومتر لمتر، وطبقنا القانون والعجلة سالبة عشان عكس الاتجاه. طيب هل بقى العربية تتحرك شمالا وجنوبا؟ أكيد في نفس اتجاه السرعة البدائية، هتروح فين يعني؟ يبقى الإجابة، بص، إجابة رقم جيم. رغم إن دي موجودة بس دي غلط. مهمة أوي دي. بدأ جسم حركته من السكون بعجلة منتظمة يعني ثابتة، فالسرعة 9 خلال زمن تي، فإن خلال زمن 3 تي أضرب في 3 27، لأن السرعة متوسطة A في تي على الاتنين، ومادام منتظمة يبقى العجلة ثابتة والاتنين ثابتة، فعلاقة طردي مع بعض، فاضرب في 3 أضرب في 3 5. دي سهلة خالص. عجلة إكس على واي اي إكس تان 60 اللي هي الزاوية دي كلها، واي تان 45 تقريبا جذر 3. من خلال دراستك تكون النسبة بين مقدار العجلة AB 4، CD هنا طبعا 5، وهنا 40 يعني 8، يبقى 4/8 يوضع العجلة مش عارف ايه تكون سرعة الجسم بعد 5 ثواني. صلى على الحبيب. أولا خلال ثانيتين السرعة قيمتها 8، وخلال هنا ثانيتين تغير في السرعة 8، وهنا عجلة بصفر. يعني لو عايز الرسمة دي أرسمها مع السرعة، هو عايز بعد 5 ثواني اللي هي منين؟ من 4 ل6، من 4 ل6. حلو. الرسمة بتاعتي عاملة ازاي؟ أول فترة عاملة كده، ماشي، بعد كده عاملة كده، بعد كده عاملة كده. دي السرعة والزمن. وهنا كده 8، وهنا 2، وهنا كده 16، وهنا 4، وهنا 6. شايفين الحسبة ازاي؟ جميل أوي السؤال ده على فكرة، جميل أوي السؤال ده. فاهمين ليه؟ حتى لو جيت أسأل أهو 8 على 2 4، والفترة التانية 16 ناقص 8 8 على 2 4 برضه، فكده مظبوطة. هو عايز بقى ايه؟ عايز خلال 5 ثواني، وده خط مستقيم يعني بينهم يعني 12 متر على الثانية. السلام على السؤال. لا سؤال قصة، سؤال جميل 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 جميل، سؤال جميل جدا. عجلة صفر يبقى سرعة منتظمة، دي صح ودي صح ودي صح أكيد، جسم ساكن A B C فقط. أي دراسات تكون عجلة منتظمة، أدي C صح وB صح. الشكل البياني المقابل، أولا دي سرعة عجلة منتظمة سالبة، صح؟ يبقى السرعة بتتناقص، سرعة بتتناقص، دي السرعة بتزيد بانتظام، غلط. دي جسم ساكن، غلط.
يبقى الرسمة بالنسبة لي ايه؟ هي دي يا دي. ده اسمه منحنى تناقصي، يعني السرعة تتناقص. السرعة تتناقص يبقى العجلة سالبة. خلاص، يبقى دي. واصلا دي السرعة كانت مساحة جسم بيتحرك، فالسرعة بتزيد عشان الميل بيزيد، فطبيعي هنا السرعة تزداد. مهم برضو دي، السؤال ده جميل أوي، الأسئلة دي جميلة أوي 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 أوي. تحرك جسم السكون بعجلة ثابتة، فكانت سرعة متوسطة كذا خلال الإزاحة كذا. احسب سرعات المتوسطة خلال مش عارف. تعالى كده نشوف. في شرطة بتساوي A في T على الاتنين. ماشي. طيب بيقول لك عجلة منتظمة، يعني عجلة ايه؟ ثابتة على طول. طيب وفي شرطة بتساوي في اف على الاتنين، يعني كده السرعة النهائية في الوضع الأولاني. السؤال ده المفروض مش عليكم. ليه؟ لأنها هستخدم هنا معادلات الحركة، فأنا مش عايز أحلها، بس معادلة الحركة هجيب السرعة النهائية الأولى 24، مع السرعة النهائية يساوي 2 في شرط. وفي قانون بيقول، مش عليكم منهج مش عارف هنقوله ازاي، يعني العجلة بتساوي في اف تربيع على 2 دي. القانون ده مش عليك في المنهج. من هنا هجيب العجلة، مش عليك ماشي، من هنا هجيب العجلة. بعد كده السرعة النهائية الجديدة بتساوي A في T اللي هي في 10. هجيبنا العجلة من هنا، وبعدين بعد اجيب السرعة النهائية السرعة المتوسطة في اف على 2. بس المفروض السؤال ده مش عليك، لانك معادلة الحركة مش عليك، فما تشغلش دماغك. عايز تحله ورايا حله خلاص. هات العجلة من هنا، بعد كده عوض، هات في اف جديدة، بعد كده عوض. العلاقة البيانية توضح علاقة بين إزاحة وزمن. وضح بالرسم البياني. أولا ده سرعة منتظمة فالعجلة بصفر، ساكن فالعجلة بصفر، سرعة منتظمة فالعجلة بصفر. أهي هرسم عجلة وزمن، أقول له T1 و T2 و T3 صفر صفر صفر. أما دي بقى ايه فرق هنا؟ السرعة بتزيد بانتظام، فالفترة الأولى ايه؟ العجلة ثابتة موجبة، الكلام ده بشرحه في الحصة. وهنا عجلة بصفر، وهنا عجلة سالبة. مفيش حد هيقول لك الكلام ده غير عمك أحمد. الكلام ده احنا شارحينه في الحصة يا جدعان قبل التقييمات ما تنزل. عرفنا احنا ازاي الحاجات دي في التقييمات؟ معرفناش ليه؟ نشرح كل أفكار. سؤال أخير، آخر سؤالين. تتحرك سيارة بسرعة منتظمة 90، خلاص قلنا اللي هي 25، يبقى الفي ب25 متر على الثانية في خط مستقيم، ثم ضغط القائد على الفرامل فتوقفت تماما بعد 12.5 ثانية. احسب عجلة التحرك قبل كانت سرعة منتظمة، يبقى قبل العجلة تساوي صفر. طب بعد، ما هي العجلة بتساوي في اف صفر ناقص في اي اللي هي 25. ما السرعة المنتظمة هي السرعة اللي هو بدأ بيها الحركة الجديدة على الزمن اللي هو 12.5، يبقى سالب 2 متر على الثانية تربيع. جسم مش عارف ايه، ماشي. في اف تساوي في اي زائد اي تي. يا مستر القانون ده منعرفوش، ده قانون العجلة، بس انا فكيت الفي اف بس خلاص. في اف في اي 30 زائد 3 في 15 45، يبقى 75 متر على الثانية. مهم جدا جدا التقييم ده يا شباب، مهم جدا جدا جدا. لو في اي حاجة ما فهمتهاش ابعت لي على الواتس يا باشا واشرحها لك.
من عيني الاتنين. ولا تنسونا في صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.